على فكره انا اخبرك معلومه، انا يعني حتى لما اشوف المشاهير، انا المشاهير عمان، جلست يوم الايام مع نفسي ومسكت ورقه وقلم، قلت يا اخي هذا المشهور يصلح يكون مقدم حفل، وهذا المشهور يصلح يكون، ترى فيهم خير كلهم ها، بس مساكين ما حد يوجههم. هي ممكن ينتقدوا اذا اخطاوا ما شاء الله كل ينتقدهم انهم مشاهير الفلس انهم طيب ترى في كل الناس مشاهير البرجر احسن مشاهير البرجر. تعرف هذا المشهور لو ما عندك كاريزما اصلا ما صار مشهور. صح. طيب انت لو انت عندك شويه قليل من الفهم، كثير من الحكمه، شويه من المنطق، تخلطهم مع بعض، هذا المشهور انا اقدر اوظفه، اقدر اوصل رسائل. شوف رسائل مجتمعيه، رسائل امنيه، رسائل دينيه، رسائل ثقافيه، رسائل من هذا المشهور. بس ايش يسوي؟ هو يريد فلوس صح، اعطيه فلوس. ترى انا لو ما جبت هذا المشهور اعطيه فلوس بضطر اجيب واحد من خارج خبراء. احنا نجيب خبراء بيوت خبره، احنا وايد ما شاء الله علينا بيوت الخبره هذه وندرس هذا طيب ليش تجيب بيوت خبره؟ انت جيب لي واحد جاهز مجهز ذهب على نفسه صح، هو ما عنده يمكن مبادئ واضحه، ما عنده نرجع لاول نقطه تمكين، لأنه لم يمكن في سن مبكر وما فاهم نفسه اساسا. جيت الاضواء هو ما فاهم نفسه اساسا. لو انا جيت كجهه مختصه مثلا، لو جيتني انا اقدر اقول لك بالاسماء كل مشهور يتناسب مع ايش، حتى الأسوأ واحد فيهم اقدر اتحداك اني اقدر انا كطلال واعنيها وانا قد المسؤوليه الكلام هذا، اقدر اجي اوظفه بشيء يصلح هذا المجتمع. ما في انسان ما في خير، ما في انسان ما يريد يسوي الخير، لكن هو يريد فلوس، اعطيه فلوس، اعطيه. ترى هو في كل الاحوال ياخذ فلوس، وفي كل الاحوال جالس يشتهر.